واش كنتي عارف باللي في كازا العمال كانوا عايشين في احياء مصوبه بحال شي مدينه صغيره ومستقله؟ في الثلاثينات المهندس الفرنسي ادمون بريون اللي معروف بالتصميم ديال الحبوس صوب في كازا بزاف ديال لي سيتي اوفريير المخصصين العمال ديال المعامل الكبار ديال المدينه. اشهر وحده لا سيتي كوزوما تبنات في 1936 في عين السبع باش يسكنوا فيها الخدامه ديال معمل السكر. كان فيها تقريبا 330 دار مجموعين حدا مرافق مشتركه، جامع، فرارن، حماحم وحوانت، بحال شي حي صغير مستقل. لا سيتي سوسيكا اللي دارت في البدايه ديال الاربعينات تبعت نفس الفكره، تخطيط مستقيم على 10 هكتار بشوارع منظمين ومسدودين. اغلب العائلات كانوا ساكنين في بيت واحد والمراح ديالو، غير المراقبين اللي كان عندهم الحق في جوج ديال البيوت. الهندسه كانت بالعاني بسيطه بلا زواق زايد، ولكن مصوبه باش تخلق القرب وتنظم العيش. ومع الوقت والضيق السكان بدلوا ديورهم، سدوا المراح وزادوا ايطاجات وزوقوا ديورهم. اليوم هاد التراث مهدد، سيتي كوزوما خداو لها رخصه ديال الهدم باش يوسعوا المعمل، ولا سيتي سوسيكا معروضه للبيع من طرف لو ان سي اف. هاد لي سيتي اوفريير باقيين شاهدين على واحد النوع ديال العمران نفعي وكيجسدوا الصناعه الابويه اللي كتوفر كل شيء للعمال ديالها باش تقدر تراقبهم اكثر.